يا شباب النهارده عايز اتكلم معاكم في موضوع مهم وفي غايه الاهميه، وهو ازاي نعمل داتا موديلنج في الباور بي اي، وازاي نعمل برضو داتا موديلنج في البايثون. اول حاجه تعالى نشوف الداتا موديلنج يعني ايه بالظبط. دلوقتي يا اخوانا معظم الداتا عندنا بتكون بيانات خاصه بالعملاء، وبيانات خاصه بالمنتج، وبيانات خاصه بالمبيعات. البيانات الخاصه بالعملاء مثلا بنسميها الكاستمر او الديم كاستمر. البيانات الخاصه بالبرودكت فبنسميها الديم برودكت. انما المبيعات الجداول او الاعمده الخاصه اللي بنسميها جدول المبيعات بنسميه الفاكت سيلز. الفاكت سيلز يا اخوانا هو اللي بيكون القاعده الاساسيه اللي بنربط بيها اي جدول تاني احنا عايزين. يعني مثلا بنربط الديم برودكت مع الديم كاستمر بالفاكت سيلز. يعني الفاكت سيلز هو الاساس بيتفرع منه بقى الباقي. طب ازاي بيعملوا الكلام ده؟ الداتا انجينير لما بيجي يعمل مثلا جدول زي ده كده بيحط فيه اعمده. الاعمده دي بتبقى عباره عن ايه؟ المبيعات بقى وكل حاجه من دي. طيب بيبقى في حاجه مهمه لازم يعملها، ايه هي؟ انه يعمل حلقه ربط بين الجدول ده والجدول ده. طب بيعملها ازاي؟ تعال نبص كده. لما جه ربط هنا اعلم لك على الكاستمر اي دي. يعني ايه يا اخوانا الكاستمر اي دي؟ بص هنا الكاستمر ليه اي دي، يعني ليه رقم تعريفي كده. فهنا اتحط في جدول المبيعات الرقم التعريفي ده، ونفس الرقم التعريفي برضو اتحط في جدول الكاستمر. فبالتالي هو لما جاي يعمل داتا موديلنج ربط بينهم هما الاثنين. يعني مثلا لو احنا شلنا ده كده، تمام، وعايزين احنا نربطهم مع بعض. يعني احنا مثلا لو جينا نشوف كده عايزين نربط الجدول ده بالجدول ده، فانت هتلاقي هنا الكاستمر اي دي والكاستمر اي دي، فانت بس تعمل كده، تمام. هو هيجي يربط لك الجدولين ببعض. طب وفايدتها ايه برضه لما يجي يربط الجدولين دول ببعض؟ لو عايز تشوف الكاتيجوري مع البروفيت، هل هنا لو انت معاك الجدول ده بس او الجدول ده بس هتعرف تعمل كده؟ مش هتعرف. فانت مثلا لما تيجي مثلا هنا عايز تعمل تحليل، فانت فتحت البرودكت، فتحت السيلز، عايز تاخد حاجه من هنا مع حاجه من هنا. يعني الكاتيجوري اهو، حلو، مع البروفيت، خلاص كده مثلا تعملهم في، او لو العمودين دول مش مربوطين ببعض. طب تعالى نشوف كده، هل لو العمودين دول مربوطين ببعض هتشتغل العمليه دي؟ تعالى ديليت هنا مربوطين برضو بالبرودكت اي دي. حته التربيطه سهله. فتعالى بص كده، روح هنا بقى يعمل لك ايه. تيجي مثلا تعمل الداتا موديلنج تاني كده، 1 تو ميني العلاقه بالشكل ده كده، ترجع للتحليل، اه ظبط الدنيا. فده يا شباب كان داتا موديلنج على الباور بي اي. ما فيهاش كلام كتير. هو انت بس المفروض ان في برودكت اي دي الديم برودكت، برضه في السيلز في الفاكت سيلز لازم يكون في اوردر اي دي مثلا هنا كده، فانت تربطهم في بعض. بعد ما شفنا يا شباب الجزء الاسهل في الداتا موديلنج، وهو الداتا موديلنج باي باور بي اي، اللي هو ان انت تعمل داتا موديلنج بايدك. تاخد عمود من هنا على عمود من جدول على عمود من جدول تاني، وتحطهم على بعض كده يعمل لك الداتا موديلنج. في البايثون بقى الكلام يختلف تماما، بس نفس الفكره. يعني ازاي؟ دلوقتي يا شباب انت عندك الجدولين اللي احنا قلنا فيهم الفاكت سيلز والديم كاستم، عايز تربطهم ببعض. فانت عشان تربطهم ببعض هتعمل ايه؟ امر الميرج. ازاي؟ طيب اول حاجه احنا لازم نقرا الجدولين. الجدول الاول هنسميه الفاكت سيلز، وهنقراه ازاي؟ بي دي دوت ريد سي اس في، تمام. وهنجيب الجدول الكاستمر الدم هو عندي محفوظ سيلز اوردر، تمام. كوبي از باث، كوبي از باث كده، ار كنترول في. كده هو هيقرا هيقرا جدول الفاكت سيلز، تمام. هو هيقرا جدول الفاكت سيلز بالشكل ده كده. قدام حضراتكم كده يا شباب ادي ادي الجدول كامل. عشان نقرا الجدول الكاستمر فهنسميه ديم كاستمر، بنفس الطريقه برضو هنقراه. كده يا شباب ظهر عندنا الجدولين اللي احنا محتاجين نربطهم ببعض. نربطهم ازاي بقى؟ بامر الميرج. ركز معايا. عندك عمود اسمه الفاكت سيل، حلو، ماشي. فاكت سيل دوت ميرج. بس المهم يكون الفاكت سيلز هو اللي بره، لانه ده زي ما قلت لك ده الفاكت سيلز هو البيز، القاعده اللي بنربط بيها اي جدول تاني لازم يعدي على الفاكت سيل. احنا هنا يا شباب هنربط بالديم كاستمر. فاحنا هنجيب الديم كاستمر كده وهنقول له اون. يعني هتربطهم من خلال ايه؟ اربطهم من خلال يا باشا عمود الكاستمر اي دي، تمام. بس لا هو مش مكتوب كده،
هو مكتوب كاستمر اي دي كابيتال، تمام زي ما هو مكتوب. وبعدين هنقول هاو، يعني خلي لي العمود ده، خلي لي الجدول ده ناحيه الشمال او ليفت. تمام، هو عاملها على طول. فكده هو عمل امر الميرج واتخزن عنده. تمام، يعني هنا اهو ادي الاوردر، وادي جدول الفاكت سيلز اللي هو الاول. بعد كده هتبص ناحيه الشمال كده، عندك ايه؟ ده عمود ده جدول الكاستمر اهو. هو ربط الجدولين في بعض. فانت لو عايز مثلا تحفظ الجدول ده عندك باسم بقى، سميه مثلا دي اف. فهو كده تخزنه بقى عندك ان هو بقى جدول واحد اسمه دي اف. تبدا تشتغل عليه عادي خالص، وتشتغل تربط بقى بجدول الفاكت سيلز بالكاستمر وتشتغل عادي. وده يا شباب كان مقارنه بين الداتا موديلنج في الباور بي اي والداتا موديلنج في البايثون دي مكتبه بنداز.